العراقي هو الدور الثامن. الكرة ملعوبة الآن عالية وطويلة وسريعة وانطلاقة خروج حارس المرمى وهدف الثاني جول لصالح فريق نادي الميناء. هدف ثاني لوسام مالك. وسام ممتازة يعدي كرة باسم علي ممتازة 1-2 بين باسم ووسام مالك، والكرة الآن انطلاقة باسم علي يدخل منطقة الجزاء. باسم علي اضطراري وتغيير اضطراري. إذا دانيال النيجيري المحترف في صفوف هدف ثالث تفرح أنصار والجماهير وعشاق الزوراء. ها هي الإعادة تصل إلى باسم وهدف هدف جميل لباسم، ممتازة لباسم. باسم يستقبل النتيجة وهذه كرة يلعب كرة انطلق على جهة الشمال عالية وطويلة وخطيرة وداخل المنطقة. هدف ثاني جاء في الدقيقة العاشرة من شوط المباراة أو 11 من شوط المباراة الثانية. لاحظ هذه الكرة الجميلة اللي سجلها باسم علي وسجلها حسين علي واحد. كرار ابراهيم يتألق ويتعملق في اللقطة الماضية. يا الله جول! يحتفل بتسجيل رأسية جميلة في شباك كرار ابراهيم. باسم علي هذه الإعادة، شوفوا الإعادة، احذر هذا. حسين علي واحد، خطيرة وجول للسفانة. هدف للسفين من عمر اللقاء. 1-1 عن طريق البديل الناجح. البدلاء يعني حسين علي واحد بديل على رأس بديل، وهدف التعديل عن طريق الله. التعادل السلبي بدون اهداف، وايضا هناك تعادل ايجابي جماعه وكره خطره والهدف الثاني جول لنفط الجنوب. المشاهدين وفريق نادي نفط الجنوب يعود مرة أخرى إلى التقدم. أعتقد نفس أسلوب الهدف الأول، يعني كرة داخل منطقة جزاء، شوف يسكن ويخمد الكرة وتزيد بالمباشر على يمين الحارس. والهدف الثاني لصالح فريق نادي نفط الجنوب في هذه المباراة. حلوة، حركة لعب جميلة، يعني بالمباشر سدد الناحية اليسرى عرضية طويلة خطيرة داخل المنطقة وضربة راس ودربكة وجول لصالح فريق نادي الميناء. قلص الفارق هكذا. أي الدقيقة 80 من عمر اللقاء. لاحظ هنا الكرة العرضية هذه وحدة، وباسم علي يسجل. باسم علي اللاعب رقم 10 يسجل هدف في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، الدقيقة 35 من شوط المباراة الثانية. كيش پیشکارت ایناش محمد حمازی رکت ماینه او پیشکار کل بردسته نه مثلا پیشکار هکر هنه، یعنی لوی آستینه تا چند تا